السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة هبط المؤشر الرئيسي EGX 30.5%، أصبح 17,750 نقطة. طب دلوقتي عايزين نعرف هل المؤشر هيكمل نزول، هيكمل هبوط؟ مبدئيا عايزين نعرف احنا فين، احنا موقعنا فين دلوقتي. هل السوق عالي ولا السوق مش عالي او متدني؟ مبدئيا السوق عالي، السوق في مناطق تاريخية، في مقاومة تاريخية، هو قرب 18,000. للعلم السوق وصل ل 17,950 تقريبا، يعني قرب من 18,000. فاحنا في منطقة عالية جدا، منطقة تاريخية. السوق بقاله فترة مش عارف يخترقها. طب احنا نعمل ايه يا جماعة؟ قلنا لكم اكتر من مرة، لما السوق يكون عالي خرج الكاش بره، اخرج من السوق، اخرج من السوق. لان السوق لما يبقى عالي زي ما بيقولوا كده في اللفظ العامي بيتلكك عشان ينزل. ممكن لا قدر الله اي خبر، اي مشكلة عالمية في الاقتصاد، اي هزة عالمية تخلي السوق ينزل. السوق بمعنى اخر بيتلكك عشان ينزل. لو سمحتم لما السوق يبقى عالي اخرج بالكاش من المحفظة على قد ما تقدر، لان السوق احتمال كبير ينزل ويصحح، فتلاقي كاش عشان خاطر تشتري بيها الاسهم باسعار كويسة وتعمل متوسطات كويسة. اتمنى ان شاء الله ان كل الناس اللي بتسمعني تكسب، وان شاء الله ياخدوا ارباح كويسة، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم. واتمنى الاشتراك في قناة اكاديمية عواد. هتلاقوا رقم الواتساب موجود في الفيديو لأي استفسار أو أي دعم، أنا تحت أمر حضراتكم. إن شاء الله انتظروني في فيديوهات قادمة. شكرا لحضراتكم جدا جدا.